كما العاده لبست حوايجي وانا ما عجبنيش هادشي اللي كندير. خرجت انا وصاحبتي، وقفنا في البلاصه اللي ديما كنجيو ليها نستناو فيها الكليان. احنا بنات الليل. كنتسنى شي حد يشير لي ولا يوقف يهزني. واحد شويه هي تنغزني صاحبتي ساره، قالت لي وضحك يا صاحبتي مالكي طلقه علينا الغباشه. قلت لها هادشي اللي كنديرو فيه ما نعرف فين غيوصلنا. جاوبتني بقلة المعرفة. بصراحة ما عرفتش بحالي بحالك، ما عارفاش هاد الطريق فين غيوصلنا، ولكن الحاجة اللي عارفة ان هاد الطريق احنا اللي اختاريناها بيدينا. جاوبتها وانا مأزمة. انا ما خرجتش لهاد الطريق بخاطري. شوية وانا نشوف واحد الكليان جاي قاصدها وبدا كيعيط لها. قلت لها سيري تكلمي، راه كيعيط لك واحد الكليانه ساره. ضحكت لي فوجي وقالت لي صافي يلا انا نخليك دابا. داز هاد النهار ورجعت للدار، لقيت ساره والبقيه ديال البنات كيتسناوني. ما جلستش معاهم، خليتهم ودخلت لبيتي. كنت ما حاملاش راسي، كنحس براسي مسخه، ولكن شنو غندير؟ ماشي بخاطري، ما عندي ما ندير. سميتي أسماء، وفي عمري 25 عام. كنت عايشة حياة سعيدة مع بابا وماما. كنت متفوقة في قرايتي، حيت بابا أستاذ ديال اللغة العربية، هو اللي كان كيشجعني ديما. واحد النهار فقت على غوات ماما، فقت مخلوعة. لقيت بزاف الناس في البارتما اللي ساكنين فيها، وماما كتبكي وكتغوت بحرقة. سولتها ماما شنو واقع، علاش كتبكي؟ ما جاوبتنيش، لكن شفت جدي كيبكي وما عمري شفت جدي بكى في حياته حتى لهاد النهار، وشفت الحزن باين في عينيه. اللي عرفت من الجيران باللي بابا مات بسبب مرض السكر، موت الغفلة. انا كنت حزينة بزاف، ولكن ما فهماش شنو هي الموت اصلا. انا يالله في عمري 10 سنين، ولكن اللي عرفت ان حياتنا كاملة تقلبت مور الموت بابا. جدي وعمي ولاو كيتعاملوا معنا معاملة خايبة بزاف. احنا كنا معهم في دار وحدة كانت فيها 3 ديال البارتمات. جدي كان شاد الاولى، وحنا كنا شادين الثانية، وعمي كان شاد الثالثة. عمي كان الحلم ديالو نمشيو من الدار باش يعطيها لولدو ويزوجوا ويسكنوا فيها. كان كيدابز مع ماما ديما على أتفه الأسباب باش نمشيو من الدار، وماما مسكينة كانت كتصبر وساكتة حيت ما عندنا فين نمشيو. دازت أعوام، شديت الباك ديالي بمعدل مستحسن. كنت فرحانة بزاف داك النهار، لكن خسارة ما كملتش فرحتنا. ماما مرضات. من بعد ما ديناها للطبيب ودرنا لها الفحوصات والتحاليل، عرفنا باللي عندها السرطان في المخ. ما عرفنا هادشي حتى كان انتشر ووصل للمرحلة الأخيرة. دخلت ماما في دوامة الكيماوي والسبيطارات، حتى واحد ما كان واقف معنا. كنت كنعاني بوحدي، قلبي كان كيتقطع على امي. ما كنتش باغيه نشوفها في هاد الحالة، ونهار مور نهار كانت كتزيد حالتها تتدهور. بقاو شادينها في السبيطار. كان عندي امل غتخرج وترجع كيما كانت، ترجع للدار ونكملوا حياتنا كيما كانت قبل ما تمرض، ونكمل قرايتي ونحقق لها داك الشيء اللي كانت باغاني نوصل ليه. صيبت ليها الشهيوات اللي كيعجبوها ومشيت نزورها في السبيطار. دخلت مشيت للبلاصه اللي كانت جالسه فيها، لكن ما لقيتهاش. جات عندي الفرمليه، سولتها واحد المره كانت جالسه هنا، فين هي؟ تما غنسمع اصعب خبر في حياتي. شفت فيا وقالت لي إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت، الله يرحمها، البركة في راسك. منين سمعت ديك البركة في راسك تصرفقت، ركبية فشلو في ديك اللحظة. بقيت كنغوت، علاش امي الحبيبة مشيتي وخليتيني؟ علاش؟ كنبكي بواحد الحرقة ربي اللي عالم بيا. واش عارفين معنى تفقد الام ديالك مور ما فقدتي الاب ديالك؟
بقيت كنتراحد، ما حسيتش براسي حتى غيبت. بقوة الصدمة فقط لقيتهم منعسيني ودايرين لي السيرو، وأنا في عالم آخر. واش صافي ما بقيتش غنعاود نشوفها؟ صافي مشات وبقيت وحيدة بلا حنين ولا رحيم. فراقها صعيب بزاف، ما كنتش قادرة نتحمل داك الألم والعذاب. منين كنتفكر غنبقى بوحدي كنزيد نمرض. مور ما دازت على موت ماما 30 يوم وانا بقى مجروحة وقلبي مكوي عليها، سمعت عمي كيدق عليا وجايب معاه راجل غريب تيقول لي سلمي على راجلك اسماء. انا منين سمعت ديك راجلك تصدمت، شفت فيه وقلت له كيفاش راجلك؟ وماما مازال ما كملتش حتى 40 يوم باش ماتت. جاوبني بلا رحمه ولا شفقه، خرج عينه فيا وغوت عليا. ماماك هي ماتت تهنات منك وحنا نوحلو فيك ولا شنو؟ اصلا هذا الراجل ولد الناس غادي يصبر حتى تفوت 40 يوم على موت ماماك، عاد ضربوا العقد وديك الساعه عاد يدخل عليك. جاوبت وقلت له عمي على اين زواج كتهضر انت؟ انا باقا صغيره اصلا ما عينيش في الزواج دابا، انا باغا نكمل قرايتي. مع غنسالي هضرتي ما غتجيني الترفيقه مجهده للوجه، وقال لي انتي بنت الحرام وما مربياش، كانوا مفشينك وهانا غنوريك، وإلا ما رباوكش والديك انا اللي غنربيك. هزيت عيني وشفت العريس اللي جايب، لقيتو كيضحك وعجبو الحال. فهاد اللحظه عرفت راسي وليت يتيمه. دخلت للبيت وبقيت كنبكي، نبكي حتى نشوف دموعي، ولكن لا حياه لمن تنادي. هي هذيك، زوجوني بكريم، واللي من الشوفه الاولى ليا ليه عرفت راسي غنتكرفس معاه. وهادشي اللي طرا. كريم كان خدام في واحد الملهى ليلي في مراكش، كان كيدخل بزاف د الفلوس، لكن مع البليه ديالو كان سكايري وعاطيها غير الحشيش. داكشي علاش ما كان تيبقى له والو. شحال من مره نصحته كنقول له يهديك الله يا كريم، رجع لطريق الله وقطع هاد السم راه غيخرج عليك. غير كنقول له هاد الهضره كينوض لي يضربني ويسبني بهضره الزنقه، الهضره اللي ما يمكنش تطيح لكم على البال، ويبكيني ويمشي. وانا مع ما كان عندي فين نمشي كنت كنهبط الراس، ندخل البيت نبكي حتى نشبع ونسكت وصابره، حيت البارطما ديالنا اللي خلاو لي بابا وماما عمي زوج ولده وعطاه يسكن فيها، وملي ما بغيتش جرى عليا وقال لي كتعرفي الكوميساريه فين جات وسيري دعيني الا كان عندك بعدا شي وثيقه كتثبت باللي هاد البارطما ديالك. وحيت ما عندي حتى شي وثيقه كتثبت باللي البارطما ديال بابا سكت ورجعت لداري. وحيت كريم كان عارفني يتيمه ما عندي لا حنين لا رحيم، كان ديما معدي عليا ومكرفسني. نهار مور نهار كيزيد العذاب والتكرفيس وديما العصا، كان ديما مزرق ليا الحمي، جوعني وكرفسني معاه. مبقاش يقدر يصرف، حيت داك الشراب والحشيش اللي كان كيتعاطى قضالو كاع داك الفلوس اللي كان كيكسب، ولا كيجيب معاه صحابو للدار كيقصروا، وهما اللي ولاو كيجيبوا له الحشيش والشراب، وهما اللي كيجلسوا في بيت نعاسي حتى الصباح. مني كنقول له حرام هادشي اللي كدير، ما كيبغيه لا الله لا العبد. كان كيقتل النعسه وكيفرجهم فيا مزيان، وكيقول لي الا كان فمك النفس جمعي حوايجك وسيري، راه الباب وسع من كتافك وهنينا مصدعك. وحيت انا يتيمه ما عندي عند من نمشي، كنت كنسكت وصابره. واحد النهار حتى كنشوفو داخل من باب الدار وجايب معاه واحد العدو اللي زوجنا. شفت فيه وانا مصدومه، شنو كاينه كريم وعلاش جايب معاك العدو؟ جاوبني ببروده وكان دايخ بسبب داكشي اللي كيتعاطى. لا ما كاين والو، غير غادي نطلقك، مابقاش عندي ما نخسر، انا غنطلق باش نوليو نشدو الخصه اللي كيعطيوها للمطلقات وتعاوننا شويه في مصروف الدار. في الاول ما بغيتش، رفضت. قال لي هو انا غادي نتزوج بيك بعقد عند المحامي، واهم حاجه في الزواج هو الاظهار، وحنا الناس كامله عارفه اننا مزوجين، حتى واحد ما غيجيب الخبر باللي انا طلقتك، ولكن غنستافدوا من ديك الخلصه اللي مخليينها للمطلقات. ديري عقلك شويه وسمعي الهضره. وحيت انا ما عندي ما ندير وافقت ليه، وليت كنشد الخلصه ديال المطلقات
وهو عاد ما زاد كمل، ما كاين غير الحشيش والشراب والمصروف ما كيبقاش باش نجيبو الخضره، وعاد زيد الضو والماء. تقهرت وعييت ما نفكر، وبقى لي حتى حل. قررت نقلب على خدمه. المهم لقيت خدمه في واحد القهوه. كنت كنغسل اللماعن، كنبدا من الصباح ما كنرجع حتى نص الليل، وفي الاخر تيعطيوني 2 دريال. ما كانت كدير لي والو، واخا هكاك كنت صابره.